الصوت. ولكن في الشوط الثاني أربيلوا أخذ قرار. لاحظوا أنا قلت أربيلوا أخذ قرار مش كومباني. كومباني استمر الشوط الأول والشوط الثاني بنفس النسق ونفس الطريقة، الهجوم الكاسح الساحق الماحق بغية الحسم وعدم التوجه لأشواط إضافية. أربيلوا هو اللي غير شكل المباراة في الشوط الثاني. كيف؟ تراجع بشكل مكثف للدفاع ولعب دفاع المنطقة، خلى البايرن يجي لعنده على أمل التحصيل الدفاعي، قطع الكرة ثم إلقائها للشياطين الثلاث فالفيردي، امبابي وفينيسيوس. فالفيردي في الشوط الثاني تغير مركزه، لعب الشوط الأول كلاعب محور خط وسط، ما استفاد منه بأي شيء أربيلوا، سحبه في الشوط الثاني وداه جناح وأعطى هذه الخانة لكامافينجا، وهي كانت نقطة التحول في المباراة. بس لحظة شوي، نقطة التحول الحقيقية مش هون، نقطة التحول الحقيقية في مباراة الذهاب، عشان تعرفوا كم كرة القدم تلعب على تفاصيل دقيقة جدا. البطاقة الثانية اللي تلقاها تشواميني في لقاء الذهاب كانت سبب في كل شيء، في تغير مصير ريال مدريد في البطولة. لو تشواميني موجود لتغيرت أشياء كثيرة، لريح الدفاع ولريح المهاجمين من الرجوع بهذا الشكل المكثف. نعم شفنا فينيسيوس ومبابي خاصة بدافع لأنه ما في تشواميني، لو تشواميني موجود لشفنا ريال مدريد منظم أكثر دفاعيا وهجوميا. إذا هي البطاقة الصفراء اللي تلقاها تشواميني هناك في الذهاب كانت سبب بأنه كامافينجا ينزل في هذه المباراة. كامافينجا خيار بعيد جدا، ولكن أربيلوا اضطر له حتى يكسب فالفيردي في الشوط الثاني على الجناح. شفتوا ليش نزل كامافينجا؟ طيب كامافينجا أعطوني شوي نتكلم عن لقطة الطرد. البعض بيقول إنه الحكم كان لازم يطبق روح القانون وما يطرد كامافينجا، خاصة إنه معاه بطاقة صفراء. الأمر الآخر بيقول الجماهير إنه الحكم كان ناسي إنه كامافينجا معاه بطاقة صفراء، فجاء هاري كين وذكره بالأمر. أتفق مع هذه الرواية تماما، الحكم فعلا كان ناسي إنه كامافينجا معاه بطاقة صفراء، بس سواء ناسي أو متذكر كان لازم يعطيه البطاقة الحمراء، لأنه هنا لا يطبق روح القانون. هنا كامافينجا قام بخطأ إضاعة الوقت وهذه عقابتها بطاقة صفراء. ما هي الحالة التي لا يطرد فيها كامافينجا؟ لو عكسنا اللقطتين، يعني وقع بالخطأ الأول فأخذ بطاقة صفراء على إضاعته للوقت، ثم ارتكب الخطأ، هنا لا يأخذ بطاقة صفراء. هنا الحكم يطبق روح القانون فلا يطرده. ولكن من سوء حظكم يا جماهير ريال مدريد انكم ابتليتوا بكامافينجا، عقل ما في، ضيع الوقت وهو معاه بطاقة صفراء أولى. أكيد الحكم سواء ناسي أو حدا ذكره أو هو متذكر لازم يعطيه بطاقة صفراء ثانية. بعدين كامافينجا متعودة دايما وعادت حليمة لعادتها القديمة، هذا ذات الطرد اللي تلقاه في ذات الدور الموسم الماضي مع أرسنال، معاه بطاقة صفراء، الحكم صفر، راح شات الكرة، أخذ بطاقة صفراء ثانية وانطرد. يا إخوان بالنسبة لي كامافينجا خليني أحكي لكم عنه حاجة، 6 سنوات يلعب مع المنتخب الفرنسي من لما كان يلعب مع نادي رين قبل قدومه لريال مدريد. واللي بتابعوني في حساباتي الشخصيه بيقول يا محمد ليش كامافينجا ما بيلعب مع منتخب فرنسا دائما؟ ليش لاعب زي رابيو ماخذ الاساسيه عليه؟ 6 سنوات لم يحظى بالمركز الاساسي، ما لعب الا اضطرارا لغياب اللعيبه الاساسيين، والسبب في ذلك رعونته. اول البروفايل الستايل تبعه ولمسته للكره فيها من الرعون الشيء الكثير، دائما بيلف على نفسه وبتزحلق، دائما بيعمل مخالفات وتدخلات عنيفه على الخصوم واحيانا على زملائه، قليل ذكاء في مواقف كثيره. كامافينجا كلاعب ما له موسم ممتاز ولا حتى فتره ممتازه، نقول في فتره معينه كان متالق، هو له مباريات جيده، لقطات فرديه، يعني نهائي 2024 ضد دورتموند ادى بشكل جيد لما حطوا انشيلوتي ظهير ايسر، مباراه الكلاسيكو الذهاب في السانتياغو برنابيو هذا الموسم قدم مباراه ممتازه، ولما يقدم مباراه ممتازه ننصفه ونقول اوف والله كامافينجا قدم اداء جيد، بس بالمجمل والعادي والديفولت اللي بيجيك من المصنع هو لاعب سيء واخطائه كارثيه، ولذلك عمره ما شم المركز الاساسي في المنتخب الفرنسي، دائما لاعب بديل. انا قلت ان أربيلوا المدرب الناشئ في علم التدريب ما زال يتهجى علم التدريب، قرر يلعب دفاع المنطقه في الشوط الثاني ويضرب بالمرتدات، وهذا القرار ما كان سيء. ريال مدريد حد من خطوره البايرن واوقفه وصده الى ان حصل خطا كامافينجا مباشره بعده سجل البايرن. احترم أربيلوا بشكل كبير، مدرب ياتي في نص الموسم ويستلم فريق اسمه ريال مدريد ويقدم هذا الاداء ويسقط الكبار ويصل بفريقه الى هذا الدور ويخرج من البطوله بهذا السيناريو امام مين؟ امام البايرن. طبعا بدي احترمه واقدره ايما تقدير. على فكره يبدو احنا بنعيش فتره المدربين صغار السن، يعني أربيلوا مواليد 83، كومباني مواليد 86 اصغر من حارس مرمى مانويل نوير، ارتيتا مواليد 82. تخيل من الشياب الان، الاثنين الشياب في دور نصف النهائي هم لويس انريكي وسيميوني، الاثنين مواليد 70. انت متخيل عندك اثنين مواليد 70 في دور نصف النهائي، واحد 82 وواحد 86. طيب الثنائي امبابي وفينيسيوس في هاي المباراه كان بينهم تفاهم وتجانس كبير، وهي ميزه من مميزات اصابه رودريجو. ايش بتحكي محمد؟ شو الكلام هذا؟ اللي انا اكتشفته يا اخوان انه لما يلعبوا الاثنين لوحدهم، الاثنين في خط الهجوم، تعطيهم حريه كامله، بيقدموا لك افضل بكثير مقارنه بالمستوى اللي بيقدموه لما يكون معهم لاعب ثاني. امبابي وصل للهدف رقم 15 في دوري ابطال، وهيك بيكون عادل رقم رونالدو وبنزيما وليفاندوفسكي كثالث اكثر لاعب يسجل في موسم واحد بالابطال. طبعا لا يزال رونالدو يحتفظ بالمركزين الاول والثاني لانه سجل مره 17 هدف ومره سجل 16 هدف. فينيسيوس كسر رقم رونالدو وصار عنده 32 اسيست مع ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. كريستيانو رونالدو عنده بالتوتال 31 اسيست بقميص الملك ريال مدريد، فينيسيوس وصل ل 32. طيب البعض بيقول انه فينيسيوس ومبابي ما بيحبوا بعض وعندهم انانيه تجاه بعض داخل الملعب وانه في غيره، وهاي المواقف بتاثر على الفريق احيانا، لكن انا عندي راي اخر تماما، هذا الكلام لا وجود له، الامر لا يتجاوز الاجتهاد الشخصي. في بعض المواقف يرى احدهم انه الافضل التسديد او الذهاب المباشر الى المرمى دون التمرير. احنا ما بنتكلم عن لاعبين عاديين، هم اثنين من افضل 3 لاعبين في العالم تقريبا، اكيد عندهم ثقه بنفسهم عالي جدا في القرارات الفرديه، ولكن هذا امر يحصل من دون قصد او تعمد لعدم التمرير، اجتهادات فرديه، واحيانا
احيانا لا تصيب، ودليل ذلك ما نشاهد منهم الاثنين سواء في التمرينات او في المباريات او احتفالهم مع بعض لما واحد منهم يسجل هدف. مش تمثيل ابدا، الاثنين فعلا بيحبوا بعض. فطلعوا هاي المؤامره على جنب، ارموها بعيد، مش موجوده. كيليان مبابي الحزين المسكين يسير على خطى لويس نازاريو ديليما رونالدو الظاهره اللي ما سبق له ان حقق بطوله دوري ابطال اوروبا على الاطلاق. مبابي وصل للموسم العاشر، الخروج العاشر على التوالي من دوري ابطال اوروبا، واحد مع موناكو، اثنين مع ريال مدريد، و7 مرات مع باريس سان جيرمان. متى يفك النحس مبابي؟ بشكل عام ريال مدريد وبايرن قدموا لنا مباراه الموسم في دوري الابطال. خطا مانويل نوير على فكره اللي صار في البدايه هو اللي فتح المباراه على مصراعيها وخلاها مباراه مثيره بهذا الشكل. في النهايه تاهل البايرن ليواجه باريس سان جيرمان في نصف النهائي، في المقابل اتلتيكو مدريد راح يواجه ارسنال اللي اكتفى بتعادل سلبي على ملعبه وامام جمهوره ضد سبورتنج لشبونه ليضمن بطاقه العبور للمربع الذهبي. في كلام بزعل هون، وهي اول مره يبلغ ارسنال نص النهائي مرتين على التوالي، بس بصراحه فرق كبير بين مباراه فيها 10 اهداف في مجموع المباراتين اللي هي بين البايرن وريال، ومباراه ارسنال وسبورتنج لشبونه اللي فيها هدف واحد فقط في 180 دقيقه. شيء بزعل، بل انه سبورتنج كان افضل في اغلب فترات المباراه وفرصه كانت اخطا. الارسنال في مرحله تراجع، يمكن لو كان خصمه غير سبورتنج لشبونه اللي يمكن مر منه، يمكن مر منه. الدوري مهدد، دوري الابطال مش مفروش بالورود، عندك مواجهه جايه صعبه جدا مع اتلتيكو مدريد، ولكن هي مواجهه سبق شفناها في الدوري الاول. ارسنال فاز على اتلتيكو 4 اهداف، بايرن فاز على باريس وهو ب10 لاعبين برضه في الدوري الاول. راح نشوف في النهايه شو راح يصير بين هاي الفرق الاربعه في نص النهائي بعد اسبوعين من الان. من الفرق الاربعه اللي وصلوا نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بايرن لوحده وصل نصف نهائي 22 مره. الفرق الثلاثه اللي هم باريس واتلتيكو وارسنال مجموع وصولهم كلهم مع بعضهم لنصف النهائي 18 مره. اللي ما بتابعني في حساباتي الشخصيه في المنصه اللي انت بتحبها فقد فاتك شو انا كنت انزل بشكل مباشر اثناء عرض المباراه. اللي بيعمل لايك للمقطع يعمل، اللي ما اشترك معنا في القناه يشترك. قولي شو توقعاتكم لما سيحصل في نصف النهائي. اراكم على خير اصدقائي، السلام عليكم.